عشان نوصل بالمريض ان انا بعمل عمليه بريكفري سريع وسيف ويحسس المريض انه كانه ما عملش عمليه. نقول تاني الايراس ده اللي هو الانهانسد ريكفري افتر سيرجري، او بالعربي عشان الناس تبقى فاهماه اللي هو الافاقه السريعه بعد العمليه. المريض بيخاف دايما انه ياخد جرعه تخدير زياده قليله ينام ديب، لا، في جهاز اللي هو بايوسبكترال اندكس، او الجهاز ده بيقيس درجه الوعي بتاعتك اثناء التخدير عشان يبقى جادجنج الموضوع انت ما بتاخدش لا جرعه زياده ولا قليله. نيجي بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا دكاتره التخدير بيستخدموها جوه العمليه، اللي هي الادويه. الادويه دي يا جماعه على فكره مش سهله زي ما الناس متخيله، انت توظف كل دواء في المكان بتاعه، دي نقطة مهمة. يعني مثلا خلينا نتكلم على دواء حديث ولطيف احنا دكاترة التخدير عندنا بيستخدموه، اسمه الريكرونيوم. بيعمل ايه الدواء ده؟ الدواء ده مصر ريلاكسن. انت كجراح عشان تشتغل لازم المريض يبقى ريلاكسد خالص، ما يبقاش فيه اي حركة بيعملها، عضلاته كلها بسيطة، محتاج دكتور التخدير يركب الانبوبة بسرعة، انبوبة التخدير بسرعة، يوفر وقت. طيب المادة دي بتعمل ايه؟ بتخليه يشوف الاير واي اللي بيركب جواه الانبوبة بطريقة سهلة قوي، فبتوفر معاه وقت، وبيخلي الريلاكسيشن بتاع العيان كويس جدا، فبيخليك وانت شغال مفيش فتيج للمصل، مفيش ارهاق للعضلات. هو كده ما ارهقش المريض بانه تعرض لنقص اكسجين ولا اي حاجه خالص، لان هو ادى دواء مناسب وركب الانبوبه بسرعه. مفيش ارهاق للعضلات اثناء لا لو هو بيحضر مريض يعمل عمليه، ولا اثناء العمليه ولا بعد العمليه. انت عملت ده النو تايم، وقت قليل، ما ارهقتش العضلات بحاجه خالص.